السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي النهاردة فيديو جديد ان شاء الله يعجبكم. اول حاجة كده زي ما انتوا شفتوا كوباية الشاي. طبعا انا لسه راجعة من السوق، كنت بجيب طلبات. تعالوا بقى نشوف مع بعض احنا جبنا ايه. عايزة اقول لكم القوطة غالية ما رخصتش، الكيلو عامل 12 جنيه، جبت كيلو وربع ب 15. و جبنا قلقاس و السلق بتاعه ده الكيلو عامل 20 جنيه. وحزمة اللي هو السلق دول الاتنين عاملين 5 جنيه. طبعا القرنبيط اللي انتوا شفتوه من شوية ده كانت الواحدة عاملة 15. وجبت كده نص كيلو كبد وقوانص. يعني انا بنزل كل اسبوع بجيب حاجة الاسبوع، ممكن تكفي معايا اسبوع اسبوعين. يعني طبعا مش كل يوم هناكل الحاجات دي، ممكن يوم نقضيه كده ويوم نقضيه كده. جبت برضو اجنحة. ولقيت واحد بقى قاعد كده بسمك، بس مش عارفه بصراحه السمك ده نوعه ايه، بس لقيت الناس كلها بتجيب منه. الكيلو عامل 70 جنيه، هو قريب من المكاريل شويه. تمام. فقلت كده نجيبه نجربه. وجبت بتاع 2 كيلو بطاطس و2 كيلو بصل برضو. يعني بحاول ايه كل اسبوع كده بنزل اشوف الدنيا محتاجه ايه عندي يعني وكده وبجيبه. ده برغل، جبت ب10 جنيه برغل. هنعمل اكله النهارده حلوه قوي واقتصاديه، يعني مش اللي هي يعني ايه مكلفه ولا الكلام ده. تعالوا بقى مع بعض نشوف هنعمل ايه. اول حاجه كده جبت الكبد والقوانص. طبعا بغسلها كويس، بالذات الكبد بتاعت الفراخ يا جماعه لازم تتغسل كويس. لو ما اتغسلتش كويس عايزه اقول لكم عن تجربه ممكن تعمل لك فيروس في الجسم. تتغسل كويس وما تبقاش فيها الميه بتاعتها نقطه دم، اي شوائب فيها او جلد يعني انت مش عايزاه او الكلام ده كله، بتشيليه وتنضفيها كويس. تمام. هنا بقى ببدأ اشيل، بنضف طبعا القلب بتاع الفرخة والكبدة والقناصة كويس. طبعا هما مش بيبقوا منضفينها قوي، فطبعا لازم نعيد عليها. بنشيل برضو كده الجلد اللي هو الزيادة. الاكلة بقى بتاعت النهاردة كده بنص كيلو كبد وقوانص. اكلة كده ممكن تقعد معاك اليومين، حلوة جدا وطعمها جميل. جربوها، واكلة اقتصادية يعني ممكن تقضي. يعني هو نص كيلو كبد وقوانص عامل 40 جنيه. ومعانا هنا برغل ب10 جنيه، يعني الاكلة كلها متكلفة 50 جنيه، مش اكتر من كده. طبعا 50 جنيه بالنسبة للغدا بتاع اليومين دول يعني يعتبر مش حاجة. فجربوا الاكلة دي هتعجبكم. اهو زي ما انتوا شايفين انا بنضفها كويس. نبدأ بقى ايه نشيل الجلد والحاجات اللي هي ملهاش اي لازمة دي. برضو القلب، الغشاء اللي بيبقى عليه ده برضو بشيله. بنضف بقى كل حاجة كده في الكبدة. عايزة اقول لكم السوق النهاردة كان حلو، يعني بصراحة كان فيه خضار كده يفتح النفس. فانا حاولت ايه الم الدنيا كده زي ما قلت لكم. عشان مش كل يوم انزل السوق بصراحة، ما بحبش نزول السوق بصراحة كل يوم. هنا بقى جبنا الكبدة بعد ما غسلناها، وبدأت اقطعها قطع كده، قطع ولا كبيرة ولا صغيرة، عشان بس ما تتهريش معايا. اهو زي ما انتوا شايفين. السكاكين ما بقتش حامية معايا خالص ومش تعفاني بصراحة. نبدأ كده نغير السكينة كده، اهو زي ما انتوا شايفين. بنحاول على قد ما نقدر في ظل الغلاء اللي احنا فيه ده، ان احنا يعني يوم نمشيه كده، يوم نمشيه كده. ممكن في يوم نعمل حبة فول بقوطة جنبهم شوية بتنجان بطاطس مهروسة، الكلام ده كله انتوا فاهميني. يعني ويوم برضك نعمل اكله برضك فيها فايده كده وبرضك اقتصاديه. ان شاء الله هنعمل شويه اكلات كده حلوه باذن الله، هنزلها لكم على القناه برضك تكون موفره، بحيث برضو ان احنا نعرف ان احنا يعني نمشي الدنيا معانا، ما نبقاش كله ايه غلا من كل ناحيه. بصوا يعني بصوا بسم الله ما شاء الله، النص كيلو حلو يعني، كتير مش قليل. زي ما انتوا شايفين اهو التقطيع. نبدأ نقطع كده كويس. حطيت اللايك ولا لسه؟ حط اللايك واكتبي لي في التعليقات ان انتي اتفرجتي للفيديو للاخر، وقولي لي ان شاء الله هجرب الاكله دي ان شاء الله هتعجبكم. تقدري برضك بدل ما تحطي البرغل ممكن تستبدليه باللي هو
انا بنسى اسمه على طول. افتكرت اسمه فريك، يا فريك يا برغل، يعني ممكن تحطي فريك او ممكن تحطي البرغل. الفريك طبعا بننقعه في ميه سخنه قبليها عشان برضك ما نيجي نحطه على الكبد والقوانص لو ما نقعناهوش هيطلع ني. تمام، فاحنا ايه بننقعه كده في شويه ميه سخنه لغايه بس ما يطرى معانا، وبعد كده بنبدا ننزله على الايه الوصفه بتاعتنا. طبعا انا حطيت اهو ايه الكبد والقوانص في مصفى وهغسلها تاني. طبعا زي ما قلت لكم لازم نغسلها كويس. انا غسلتها في الاول، بس طبعا لسه بصوا زي ما انتم شايفين طالع برده منها دم، فهشطفها برده شطفه كده وهسيبها لما تصفي خالص. بعد كده جبت بقى بصلتين حلوين كده، هنبدا نقطعهم زي ما انتم شايفين، وهنديهم بقى في الكبه. عايزه تخرطيهم تمام، بس انا بحب لما باجي اعمل خلطه لاي اكل بحب اعملها في الكبه. ما اعرفش، بحس ان طعم الاكل لما البصل بيبقى متقطع حتت صغيره بيبقى احلى واطعم، يعني بينزل طعم البصل كده والايه الطعم بتاعه في الاكل. تمام، انا ايه هضربهم في الكبه، وهنضرب برده معاهم قرنين فلفل كده وطماطم. كل ده نديهم كده ضربه في الكبه ايه كويسه اهو زي ما انتم شايفين. هنقطع بايه طماطميتين كده. بس عايزه اقول لكم والله انا الكبه دي تعبتني، كل شويه بصلح فيها، فالواحد تعب منها بصراحه. بعد كده جبت طبعا الحله بتاعتي، نزلت بشويه زيت وسبتهم يقدحوا، وبعد كده نزلت بقى بايه بالبصل. طبعا غيرت ال الكبه عملتها في الهاند بلندر، الكبه بتاعت الهاند بلندر، لان طبعا التانية وقفت مني معرفتش ايه اشتغل بيها. هنا بقى نبدا نحط ايه التوابل، اي توابل بقى عندك، انا مش بحدد لك توابل ايه، كل واحد وتبع الحاجه اللي موجوده عندك، انت اخترعي بقى حطي يعني اللي نفسك فيه. تمام، زي ما انتم شايفين هنبدا بقى نسيبها بقى ايه شويه كده، وبعد كده نبدا ننزل بقى بالكبد والقوانص ونديلهم تشويحه كده على النار. وهنا طبعا البرغل انا ما حطيتش ابو 10 جنيه كله، لا انا قسمتهم على نصين وحطيته كده في مصفى وغسلته كويس، وبعد كده بدات انزل عليه على الكبد والقوانص، هقلبهم تقليبه كده وازود شويه ميه وهسيبهم ايه يستووا. هي دي الاكله بتاعتنا. حمري بقى جنبها بطاطس، حط خيار مخلل. بصوا عايزه اقول لكم هتاكلوا وتشبعوا منها، اكله فعلا تاكل وتشبع واقتصاديه جدا. تمام، هنبدا بقى ايه نسيبها على النار كده. هنا بقى بدات اجيب القلقاس اقشره واحضره بقى ايه هغسله كده واحطه في الفريزر. عايزه اقول لكم حلو جدا، وبصوا تقشيره سهل عشان جايباه صغير، الكبير ده بيبقى شيخ. فهنبدا نقطعه كده واحضر بقى ايه الاكل ايه في التلاجة. وطبعا السمك نضفته وال الاجنحه برضك نضفتها، وكل ده شلته بقى في الفريزر ايه معايا عشان يبقى جاهز معايا. زي ما انتم شايفين انا اقطع كده، وبعد كده طبعا بقطع بقى القشر في كيس كده عشان ما بهدلش الدنيا معايا. هنجيب بقى البلانشا ونبدا بقى نقطع عليه القلقاس اهو زي ما انتم شايفين، ونبدا بقى نغسله في المصفى ونحطه بقى في الاكياس. هنا بقى خلصت الاكل بتاعي. عايزه اقول لكم دوقوا الاكله دي وقولوا لي رايكم في الكومنتات. بصوا وقطعت بقى جنبها هنا خيار كده، وبالهنا والشفا، وجربوا الطريقه يا جماعه. واقول لكم استنوني في الفيديو الجاي ان شاء الله. هتشوفوا برضك فيديوهات حلوه، تابعوني على القناه وان شاء الله فيديوهات جديده، وكل يوم نعمل حاجه جديده باذن الله. تعالوا بقى ندوق كده ايه لقمه كده منها اهو. بصوا الفريك بيديله قوام كده، تعرفي بقى ايه تغمسي بيه، ولا سلام بقى على طعمه. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، ما تنسونيش بقى في اللايك والشير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مع السلامه.